الموظف اللي جاي لك بيعمل المكالمه وهو رايق، وهو مبسوط، ما عليهوش ستريس، عمل مشاويره، قعد مع اسرته، عنده مشكله هندلها في اليومين دول، عايز يقعد في الميتنج باله رايق كده ومبسوط عشان يعمل الميتنج حلو ويقفل. لان احنا الشغلانه بتاعتنا كل ما مودك بقى حلو، كل ما انت بقيت مبسوط، كل ما هتنتج اكتر، وكل ما يعني هتطلع شغل بشكل احسن، كل ما تبقى كرييتيف، وكل ما تبقى جامد. فجو اللي هو انت لا النجاح لازم ان انت تقضي على حياتك، لا يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده. احنا بنشتغل وبننجح عشان نستمتع ونتبسط. انت دلوقتي هتفضل زي الطور في ساقيه، سوري يعني في الكلمه، عمال كل حياتك شغل 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 شغل، وبقعد لحد 10 بالليل و1 بالليل وما باخدش اجازات لا يا جماعه، ليه انت كده؟ فين النجاح؟ فين الاستمتاع؟ النجاح ان انت تعمل بالانس في كل حاجه، تبقى ناجح اجتماعيا وناجح ذهنيا وناجح جسديا ومستريح والكلام ده. لكن انت هتلاقي العمر عدى بيك ولا قعدت مع اصحابك، ولا قعدت مع اهلك، ولا استمتعت باي حاجه، شغل شغل شغل. لا 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 لا، مفيش. اي حد بيقول لك كده، اي حد يقول لك مفيش حاجه اسمها ورك لايف بالانس، ده واحد يعني انا اسف، ده عنده مشكله، عنده ايه؟ شوف مشكله نفسيه. يعني ايه ان انا ما استريحش؟ يعني ايه ان انا افضل كده اطحن ما اشوفش اهلي، ما اقعدش مع اصحابي، ما اخرجش مع انت؟ كل الحاجات دي ليهم حق عليك. فطبعا لا، العالم كله بيتجه لتقليل ساعات الشغل. احنا بقى نمشي عكس العالم، نقول لا احنا هنزود ساعات الشغل عشان النجاح لا، ما ينفعش ان انت تفضل تضغط على الموظفين او الناس اللي موجوده عندك وتفضل تحنهم. هو دلوقتي كل واحد عنده طاقه، فلازم يبدا ان هو يشحن. فانت هو ما شحنش، انت 6 ايام مضمون مكالمات ومش عارف ايه وفيزيتس وعملاء وبيقفلوا السكه وميتنج واورينتيشنز ومش عارف ايه. فلا، لازم يبدا ان هو يفصل ويبدا ان هو يستريح. يعني ده يعني لو مكنه وفضلت تضغط عليها تضغط عليها تضغط عليها تتحرق. فما فيش حاجه اسمها كده. يعني ما تخلوش حد يقعد يضحك على عقول الناس ويقعد يقول له لا الشغل ما بيجيش غير مش عارف ان انت تقتل نفسك وتموت نفسك في الشغل لا لا لا، مفيش حاجه اسمها كده. بالعكس، كل ما هترتاح كل ما هتنتج اكتر، وكل ما هتطلع شغل بكواليتي احسن بكتير، وهيبقى مودك كويس وهتبقى صحتك كويسه والكلام ده كله.